جمعية تطلب من عزيز أخنوش إطلاق أسماء يهودية على بعض شوارع المدينة وبعض مرافقها أثار مقترح جديد من جمعية المعهد المغربي لحقوق الإنسان جدلاً واسعاً في مدينة أكادير، بعد مطالبتها رئيس جماعة المدينة عزيز أخنوش بإعادة تسمية بعض شوارع ومرافق المدينة بأسماء شخصيات يهودية مغربية بدلاً من أسماء بارزة في التاريخ الوطني مثل علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد. وذكرت الجمعية أن هذا المقترح يهدف إلى إحياء ذكرى مواطنين من أتباع الديانة اليهودية وإبراز غنى وتعدد هوية مدينة أكادير، مستندة في ذلك إلى الدستور المغربي الذي يعتبر المكون اليهودي جزءاً لا يتجزأ من الهوية المغربية. وفي مراسلتها إلى رئاسة المجلس الجماعي دعت الجمعية إلى إطلاق أسماء شخصيات يهودية مغربية على مرافق عمومية تعزيزاً للتنوع الديني الذي يميز المدينة، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي منشأة عامة تحمل اسم شخصية يهودية مغربية. هل يجب إعادة النظر في أسماء شوارعنا ومرافقنا العامة لإعطاء مساحة أكبر للتنوع؟ شاركنا رأيك في التعليقات.